الصورة اللي قدامنا دي اختصار لقصة أزواج كتير قوي في الحياة. شايف هو مشغول جدا بإن هو يعرف أخبار الناس والعالم حواليه، والست اللي جنبه دي اللي هي مراته هتموت وتتكلم معاه، نفسها يعرف أخبارها ويهتم بيها وياخد ويدي معاها. بصوا تعبير وشها قد إيه منزعجة إن هو مطنشها. هو مش عارف إن هو على حافة الهوية، مش مدرك كده. هو فاهم إن هو قاعد على الكنبة ومرتاح، مش عارف إن هي لو زهقت من تصرفه ده وتطنيشه وقامت هو هيقع ويغرق، والكنبة كمان هتقع فوقيه اللي هي بتمثل الحياة، وهيبقى فاهم إن هي المشكلة إنها قامت وسابته يغرق. مع إنه هو لو فكر صح وخد اتجاه تاني واهتم بيها وقرب منها واتكلم معاها وتودد إليها وعرف أخبارها هي الأول، وبعدين أشركها معاه وقروا هما الاتنين الجورنال سوا، مش عيب إن هما يعرفوا أخبار العالم. هما الاتنين هيتزنوا وهيستمتعوا. خد بالك إنك أنت مش بتطلب رضاها علشان هي ما تمشيش وتسيبك، لأ، أنت بتعمل حاجة لنفسك عشان أنت تتزن. محتاج حب وود واهتمام وطبطبة ورعاية. خد بالك لما هو هيعمل كده ويقرب منها هيقعد في نص الكنبة، فلو هي حتى قامت فهو مش هيغرق ولا حاجة، هو هيبقى متزن. فاعمل اللي عليك، مش علشان مراتك، لأ، علشان نفسك، علشان أنت محتاج تتزن.